السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف. نرحب بالمشتركات الجداد، نقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا حبيباتي. واللي ما شاركش في القناة نتمنى أنه يشترك ويكون معنا في العائلة مع حكايات وطبخ يوسف. ما نطولش عليكم، فيديو جديد، حكاية جديدة من الواقع كالعادة. تصلوني على عبر صفحة الفيسبوك، نتمنى انها تعجبكم وتديو منها العبرة. ما نطولش عليكم، تقول لام السلام عليكم يوسف، حكايتي فيها كثير من المعاناة، كثير من الألم، حبيت نشاركها معاكم باه نفضفض ونخرج الغصة اللي في قلبي. على قد ما بكيت ما نشفو دموعي، وعلى قد ما صبرت حتى تجي حاجة أخرى وتوجع لي قلبي. ساعات توصلت ندعي على روحي إني نموت، واش من حياة كلها بؤس ومعاناة، لكن نرجع ونقول ونرجع شاهد العقل ونستغفر، مانيش حابة نموت كافرة، واللي كتبوا لي ربي لازم نعديه ونعقبه. تبدأ حكايتي من كنت صغيرة، عمري 7 سنين توفات أمي الله يرحمها. ما كنتش نعرف، كنت نلعب، حتى جاتني خالتي قالت لي أمك ماتت وانتي تلعبي. دخلت للدار، لقيت الناس تبكي، ما فهمت والو، أمي في وسطهم مغطية. قالوا لي روحي طلي على أمك. رحت لقيت أمي وكأنها راقدة، عيطت لها باه تنوض لكنها ما تتحرك ما تسمع. نط نبكي وبكيت الناس كامل، وبدأت يعني معاناتي. خاوتي اللي كان اللي أقل مني، زوز ذكورة، واحد 5 سنين والأخرى عامين. بعد ما كملوا خالاتي الجنازة وكل واحد روح لداره، جات عمتي وجداتي اللي هي أم بابا، قعدوا كامل وعيطوا لبابا وقالوا له لازم تتزوج على جال هادو الملايكة. قال لهم كيف نتزوج والجرح مازالوا محلول. قالوا خلينا ندبروا روسنا. نهار جات خالتي الصغيرة طلبتني من عند بابا، قالت له خلي لي الطفلة نربيها، انا كي عدتي راح تتزوج، يعني مرت الباب مهما وش راح تكون، ما هيش رايحة تكون احن من الخالة. قال لها بابا خليني نخمم ونقول لك، راني ما زلت ما قررتش الزواج. روحت خالتي وبابا قاعد معانا ما يروحش يخدم، ممكن داها عطلة، ما كنتش نعرف. كان ينوض يبدل خويا ويقول لي شوفي باه تتعلمي، ويحضر لنا الحليب ويفطرنا انا وخويا اللي اقل مني ونروح نقرا. حتى جا النهار ماني شافيه قداه، بصح نشفى انهم مشهوره لانه عطله الصيف قربت وقربت يعني نخرج انا عطله. بعدها جات جداتي وسمعتهم يهدروا على العرس، وبعدها دار بابا العرس وجاب امراه اخرى في بلاصه امي الله يرحمها. الحقيقه كانت مليحه، ما شفت منها والو، لكن ما كانتش تهدر بزاف. فاتوا اسبوعين وعيط بابا لخالتي الصغيره وقال لها طلبتي بنتي راني خممت نمدها لك، بصح تهلاي فيها لانه كان حاب يخفف شويه الحمل يعني على مرته الجديده. يا ربي تعتني بخويا الصغير وخويا اللي اقل مني. فرحت خالتي وقالت لي لمي حوايجك وهيا معايا بنتي، ويا ريت ما كان بابا مدني، ما كنتش عارفه انه راح نروح خدامه عند خالتي ونلقى الويل معاها، وكانت تهددني بالضرب. كان يعني نقول البابا واش كانت تدير معايا، كان يطل عليا وساعات نروح انا عنده وكنت نبكي برك ونقول له بابا حابه نعيش مع خاوتي، وكان يقول لي واش يخصك مع خالتك. ما كنتش نقدر نقول له واش كانت دايره معايا. كنت سنه ثالثه ابتدائي، كي نروح للدار لازم نروح للكوزينة هي الأولى، نلم نغسلهم ومن بعد نشاف ومن بعد نسخن قهوة العشية. كنت كي نجي نشرب الحليب كانت تزربني وتقولي ازربي اشربي وروحي قضي لي للعشاء. ونهار من نهارات كان وقت المغرب وكان الشتاء وكانت الدنيا ظلمة، بعثتني نشري لها حاجة من الحانوت. نسيت وش هي، دخلت لقيت مول الحانوت دخلني لداخل وبدا يعمل معايا حوايج ما كنتش نعرفها. اللي نشفاله انه كان ألم وشوية دم نزل مني، هددني وخوفني، قال لي كان تقولي الواحد راهم يرميوك برا
خفت بزاف. رجعت للدار وانا مرعوبه، رحت رقدت وخالتي تعيط عليا، ما قدرتش نوض، نشفالها ضربتني وكملت رقادي لاني كنت نعسانه بزاف وعيانه. نوضت الصباح بدلت حوايجي ورحت نقرا كالعاده، وكان مول الحانوت يوقف لي قدام المحل نتاعو ويهددني ويقول لي ما ياك ما قلتيش لحد، ويخوفني بعينيه. كنت نترعب منه. عدات العوام والسنين ووصلت في سن البكالوريا، وحياتي مع خالتي كالعادة. أنا اللي كنت ندير لها الشغالات كاملة تاع الدار لأني كنت أنا الكبيرة، وكانت هي غير تحمل وتجيب في الأولاد. كانوا عندها 5 الله يبارك. جوزت الباك الحمد لله، نجحت لاني عملت المستحيل اني ننجح به نبعد على دار خالتي ونروح نسكن في الاقامة الجامعية. لاني كرهت هذيك المعيشة، وبالفعل بعثوني لولاية اخرى. فرحت بزاف وقلت تهنيت، لكن يا فرحة ما تمت. بعد دخلت الاقامة عاد نفس سيناريو الاغتصاب، وتعرضت للاغتصاب من أصدقاء صديقاتي اللي كنت نحسبهم راح يدوني يعني المكان نقرأ فيه، وصرالي صرا، والكارثة أنهم فكروني باللي صرا وأنا صغيرة. وكي جيت نهدر ونبكي قالوا لي مناش احنا، انت راكي ماكيش بكرة. وبدات الكارثة. بعد شهرين بدات بطني تكبر، وانا كنت خايفة ونخبي فيها بحوايج وسعين. حتى نهار اللي روحت للدار شافتني خالتي تخلعت، ناضت تعيط وقالت الراجل هالطفلة جبتلنا العار، لازم نعيطوا لباباها. هجموا عليا كالوحوش، يضربوني يضربوا فيا كامل ضرب لي. يعني ما فقتش مع روحي غير وانا في المستشفى مع نزيف قوي. مات الصغير اللي في كرشي. بطلوني من الجامعة وقعدوني في المنزل كالعادة خدامة. وبعد 4 أشهر جابولي عريس قد بابا، زوجوني بيه، داروا الخطبة والعرس في مدة أسبوع. وهو يقولوا لي احمد يا ربي انه راح يسترك ويستر فضيحتك. كان الراجل اللي زوجوني ليه للأسف أنه كان كل ليلة يجيب صحابه للدار يقمروا ويشربوا. كانت الدنيا يعني فايحة. كنت نحسب انه راح نرتاح ونعيش معاه ولو اكبر مني، المهم عيشة كالناس وخلاص. لكن كانت عيشة الحيوانات خير مني. كل يوم يخليوا الدنيا في حالة. كنت نلم على سعدي ونبكي، كنت كل ما نجي نهدر كان يضربني لحمي كامل ازرق. حتى وليت ما عادش نقدر نهدر نلم ونسكت على سعدي، هذا دخان وهذا وهذا وهذا. حتى لنهار قررت اني نبلغ الشرطة، وقلت بلاك نتهنى منه ومن القرف اللي هو معيشهولي. وبالفعل رحت لهم وقلت للشرطة على التوقيت اللي يجيو فيه. جاوهم على غفلة، لقاو كل أنواع المخدرات وكل ما وكانوا هما كل حيوانات في الصالة يلعبوا في الكارطة. هزوهم كامل. خزر فيا راجلي خزرة تاع واحد يتوعد فيا، عرفني أنا اللي بلغت الشرطة. حكموا عليهم 5 سنين لأنه لقاو حتى حوايج مسروقة. تهنيت منه نروح نحوس على خدمة ونعيش بالحلال. لكن كانت المفاجأة أن الدار ظهرت ماهيش ملك زوجي، وجا الكراي يطلب في دراهمه. كان الوقت هداك 10 ملايين ولا نخرج. ما عنديش حل إلا أني خرجت، وما حبيتش نروح البابا لانه مش راح يقبلني ولا لخالتي. كذلك رحت الليله الاولى حطيت كرتون بحذا المركز الشرطه وتوسدت ورقدت حتى جا الشرطي نوضني وداني للمركز. حكيت حكايتي على اساس ما عنديش وين نبات. داوني مركز الحالات الاجتماعيه، قعدت تقريبا شهر. تم ما قدرتش حسيت روحي في حبس. قررت اني نعاود نهرب. لكن هذه المرة رحت دقيت على واحد المرأة
كانت جارتنا من زمان وكانت عايشة وحدها. دقيت الباب عليها ورحت نبوسلها في رجليها وانا نتوسل لها انها تعيشني معاها وتسترني، راني مانيش حابة الحرام. وكانت هذيك العجوزة كبيرة قالت لي بنتي اقعدي معايا ونقسموا اللقمة مع بعض، هذا هو شرطي، كان نشوف فيك اي حاجة راكي تخرجي من الدار. قلت لها تهني خالتي راني نحب نعيش بالحلال وربي شاهد. عدى الأسبوع الأول كانت شهريتها قليلة وكنت ناكل معاها ونشاركها لقمتها، لكن ما عطانيش قلبي. قلت لها لازم نلقى خدمة. الحق شافت لي جيرانها وقالت لهم راني كيما بنتها، اللي عنده حاجة يغسلها ولا ميناج يعيط لي راهي تحب تخدم. كانوا يعيطوا لي هذا يمد لي 10 وهذا يمد لي 20. المهم ما كنتش نقعد، وليت نقضي وناكل معاها. كل عداو 3 سنوات حتى سمعت انه راجلي خرج من الحبس ونقصوا عامين. خفت بزاف وقلت اكيد انه راح يفتش عليا ويضربني. خممت اني نهجر المدينة ونبعد بلاد، يعني نبعد بلاد اخرى. قلت لها سامحيني مانيش حابة نجيب لك المشاكل، انا نروح ارض ربي واسعة. خرجت من الدار صباح بكري ورحت ركبت القطار ونزلت في اول محطة. كانوا الدراهم اللي معايا مهمش بزاف. اول حاجة خممت فيها وين رايحة نبات. تفكرت الإقامة اللي كنت فيها، رحت ولقيت الحراس. حاولتهم انهم يخليوني نحكم شومبرا لاني خدامة وما عنديش وين نبات، يعني حل مؤقت برك. المهم شفهم حالي خلاوني نبات، والغدوة رحت نحوس على خدمة. درت يعني على جميع المحلات نطلب في خدمة حتى دخلت واحد الفندق. طلبت منهم يخدموني اي حاجة، نمسح نغسل ماعن، المهم يقبلوني برك. كان مول الفندق حنين وتفهم وضعي، يا اخي خدمني. كنت نغسل وننظف المطبخ وناكل تمه، يعني غدايا وعشية مضمونين، ونروح نبات في الإقامة. حتى اسألني مول الفندق نهار من نهارات وين نبات. كي قلت له قال لي بيتي وراح نمدلك الغرفة اللي بحذا المطبخ فيها شوية سلعة نظميها وبيتي فيها. فرحت بزاف وليت وين نخدم وين نبات. كنت ديما نقول مانيش متزوجة مانيش مطلقة. وضعيتي يعني وضعيتي للأسف ما هيش باينة، وأنا دايما خايفة انه راجلي يعرف مكاني. فات عام وانا نلم في الدراهم. رحت يعني المحامية وحكيت لها، قالت لي لازم تقدمي قضية في الطلاق وهكذا تكوني سويتي وضعيتك. تكفلت بالقضية، وكانت المفاجأة انه زوجي كان مريض بزاف وعلى فراش الموت. كي قالت لي المحامية غاضني بزاف، ما نكذبش عليكم رحت له لقيته كاري بيت في حي شعبي. كي شافني فرح بزاف وبكى وطلب مني السماح. قسيته مدة 6 أشهر حتى مول الأمانة دا أمانته، ربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين يا رب العالمين. كان عنده طفل من المرأة نتاعو الأولى وكان عايش في الخارج، وقبل ما يموت بأيامات طلب مني انه نبعث له برية، واعطاني العنوان نتاعو انه نخبره بحالته الصحية وانه حاب يشوفه قبل ما يموت. لكن مات وما جاش ولده. بالفعل البرية وصلاته، جا ولده لهذيك البيت اللي كان كاريها باباه لاني كتبت له عنوانها. كنت وحدي في هذيك البيت. دقدق الباب فتحت عليه واذا به شاب وسيم لابس لبسه يعني ما شاء الله. قال لي وينو بابا؟ عرفت انه هو ولده كان عايش في الخارج. جاء قلت له الحق راك لحقتي متوخر، باباك عنده 4 أيام من يتوفى، البركة في راسك، وراه غير يهدر باسمك وتوحشك بزاف وكان حاب يشوفك. لكن قدر الله فوق كل شيء. نضي يبكي مسكين وقال الله غالب هو اللي خلانا نروح. ظلم أمي بزاف واتطلقت منه، وكان خوها عايش في الخارج هو اللي عاونها وكبرني، واحنا الحمد لله
وسمعنا بحكايته انه تزوج بيك وانك هربتي منه، ومن بعد رجعتي له وقفتي معاه في مرضه. وعلى هذا انا حاب اليوم راني حابه نعاونك كيما عاونتي بابا مسكين، مهما وش كان يكون يبقى بابا هكا عاوني. فتفتح لي ولده حوينيته، يعني حانوت صغير عمره لي سلعة بحال الدار اللي كنت يعني عايشة فيها، يعني كارهة باباه، وخلصني خلص لي كراهة مدة 3 سنين حتى نوقف على رجليا. لأنه وهكذا بدأت حكايتي. حكايتي بمورد رزق حلال ومأوى نعيش فيه، والحمد لله ربي دومها نعمة. وكان ولده كل عام يهبط يفقدني، وكش ما يقضي لي حاولت اني نروح لبابا ونحكي له حكايتي ونرجع المياه لمجاريها، واني تظلمت لكن كنت خايفة بالرغم من اني بديت حياة جديدة وما كنتش محتاجة حتى الواحد. محتاجة فقط إلى عائلة دبروا عليا خياتي وش ندير. راني ما بين نار ونارين، يعني فقدان العائلة وإني عايشة وحدي، لكن الحمد لله مكفية روحي. وش راح ندير حبيباتي؟ هذه حكاية لام فعلا حكاية كلها حزن ومعاناة. نقول لها حبيبتي مادامك درتي حياتك وقفتي على رجليك، أكيد إنه ربي سبحانه ماهوش رايح يخليك وخلي الزمن هو اللي يداوي الجروح. روحي لباباك وطلي واطلبي منه السماح وطلي عليه واكيد انه راح يسامحك. وربي يلم الشمل ان شاء الله. وانتم خياتي اذا كان عندكم اي نصيحة ما تبخلوش على اختنا عليها، وربي يجازيكم كل خير. تهلاو في رواحكم، وان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية. مبقى لي غير نقولكم ما تنسونيش بالجيم، وحتى يطلع شوية على فيديو ويسمعوا أكبر قدر من يعني من المشتركات. ربي يحفظكم ويجازيكم كل خير. مبقى لي غير نقولكم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.